السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن لعبة هاجي واجي. اللعبة الترند الجديد، اللعبة اللي مكسرة الدنيا اللي كل الأطفال بيحبوها. النهاردة احنا معانا اللونين البينك والأزرق، وهنشرح ونعرف الناس ازاي اللي وانت بتشتري لأولادك اللعبة دي، ازاي تميز بين ان انت تجيب اللعبة الأصلية او اللي انت تجيب اللعبة التقليد او الخامة اللي هي مش أصلية او الخامة اللي معمولة بمواد ممكن تضر الطفل. فاللعبة اللي معانا النهاردة في الفيديو زي ما هو موضح كده، دي اللعبة الأوريجينال والخامة الأوريجينال منها. طبعا اللعبة نازلة بكذا حجم، فخليكم متابعين معايا. الحجم اللي معانا في الفيديو ده سواء اللون البينك أو اللون الأزرق هو حجم واحد، يعتبر حوالي 40 سنتي. طيب انت ازاي تقدر تميز ان هي أصلية ولا مش أصلية؟ بتقدر تميز انها أصلية أو مش أصلية أول حاجة من العين بتاعتها. اللي هي مش أصلية بتلاقي العين بتاعتها مرسومة، لكن اللي معانا النهاردة العين بتاعتها اهي، انا قربتها عشان الناس تاخد بالها. العين بتاعتها عبارة عن عين اهي كاملة اهي، عين مش مرسومة زي كده. البق هو مرسوم هنا اهو. طبعا البق لازم يترسم سواء في الاوريجينال او في العادي، لكن العين اللي مرسومة بتكون اللي هي مش أصلية. عشان كده نخلي بالنا، لأن في ناس بتبيع اللي مش أصلية بنفس سعر الأصلية، وده طبعا بيكون غش، وبيكون اللي بيشتري طبعا مش فاهم وبيهمه انه يجيب اللعبة. تاني حاجة عشان نعرف انها أصلية ولا مش أصلية، اللي مش أصلية بيكون الدراعين والرجل معمولين بفايبر، برضه ممليين فايبر، لكن الأصلية بتكون من غير فايبر، بتكون الفايبر بسيط جدا أو خفيف جدا زي ما هو باين كده في الفيديو. طيب بيكون خفيف وبسيط ليه؟ لان اللعبه دي في ايديها وفي رجليها لزق كده، اللي هي بحيث لو انت هتعلقها في حاجه او كده. لكن لو اللي مش اصليه مليانه فايبر بتكون اللعبه تقيله ما بتعرفش تتعلق. طبعا في منها الوان كتير، اللون الازرق، وفي منها اللون البينك، وفي منها اللون الاحمر، وفي منها اللون الاسود، في منها اغلب الالوان. طيب اللزق اللي انا بقول عليه، اللزق اهو برضو عشان يكون موضح للناس في الفيديو. اللعبة دي طبعا ترند كده زي الصبارة الراقصة. اي كمية بتنزل منها بتخلص على طول، بسبب ان اللعبة ناجحة جدا وخدت شهرة واسعة جدا. طيب خلينا الاول نبين ان هي متعلقة كده بتدي شكل عامل ازاي. طبعا الايدين مقفولين اهو، هما متعلقين مقفولين على بعض. الايدين اهم مقفولين باللزق على بعض. اقدر افك اللزق اهو. طبعا ممكن تعلقهم في أوضة الأطفال، أو تعلقهم على أي مسمار أي ماسورة، بيبقوا متعلقين بيدوا شكل كويس. طبعا أتمنى أكون قدرت أوضح لكم في الفيديو ده اللعبة وأبعاد اللعبة وحجمها. طبعا اللعبة اهي بالتفصيل، وقدرت طبعا أعرفكم إزاي تقدر تميز بين الأصلية والتقليد. وطبعا سعرها بيكون في المتناول، بيكون سعرها في حدود حوالي من 125 ل150. اللعبة دي طبعا الأطفال بيحبوها جدا. أشكركم على حسن المتابعة، ونتقابل في فيديوهات تانية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.